بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مهارة مهمة جدا جدا، ازاي تستخدم ودانك صح وتسمع فعلا اللي قدامك. نادرا دلوقتي لما بتلاقي المستمع الجيد، لان محدش بيدي حد فرصة يتكلم، لو اداله فرصة بيقطع في النص. تعرف لما بتقطع حد في نص كلامه ايه اللي بيحصل؟ بيسيبك تتكلم، ولما يرجع يتكلم تاني بيبدأ من مكان ما قطعته. يعني هو برضه ما سمعكش ليه؟ علشان هو شايف ان من حقه يكمل كلامه، والمقاطعة بتدي احساس بعدم الاحترام. الناس بتحب اللي يسمع لها وبترتاح له، ولو سمعت اللي بيتكلم معاك بطريقة محترفة ومظبوطة هتعرف تبني علاقة قوية معاه. والمهارة دي مهمة قوي في الشغل. دي كانت اول مهارة اتعلمتها واتدربت عليها وفرقت معايا جدا في الكارير بتاعي. ليه؟ لانك لو بتعامل مع عميل لازم تسمعه علشان تعرف تعمل معاه شغل، ولو مديرك لازم تسمع علشان تتعلم، ولو زميلك لازم تسمع علشان تعرف تشتغل معاه. وفكرة انك تسمع لحد تبان انها سهلة، بس دي تعتبر اصعب مهارة ممكن تكتسبها، علشان الشخص المتكلم دايما بيبقى عنده حب ظهور، فما بيعرفش يسمع الا اللي في دماغه، شغالة باستمرار وبيبقى مشغول في افكاره ودوشتها فما بيسمعش. هقول لك بقى على شوية حاجات ممكن تعملها علشان تدرب نفسك على الاستماع بتفاعل. اول حاجة تلزم نفسك قبل الدخول في اي اجتماع او نقاش انك هتسمع بانصات كامل لكل كلمة هتتقال، ودي هتبقى بالنسبة لك اولوية. وطبعا لازم ذهنك يبقى حاضر وخالي من الافكار، وقول لنفسك انا داخل النقاش ده علشان اسمع وافهم، مش عشان ارد. تفاعل مع اللي بتسمعه بانفعالات تعكس انك سامع فعلا، ده بيبين انك مركز مع الكلام اللي بيتقال. ابتسم، اندهش، تعاطف. الانفعالات الصح تخلي اللي بيكلمك يشارك معاك اكتر. في ناس محترمة في كلامها فما بيحبوش يتكلموا كتير علشان يدوا فرصة للمستمع انه يتكلم. في الحالة دي ممكن تسأل سؤال من الكلام اللي سمعته علشان يرجع تاني يكمل كلامه. يعني مثلا قاعد مع عميل وقال لك اصل انا لسه جاي من الغردقة، اصلي بحب الغطس جدا، وسكت. ارجع له من مكان ما وقف، بتحب الغطس؟ بص كلمتين في سؤال، هتلاقيه رجع تاني يتكلم لمدة 10 دقايق مثلا. كده انت قاعد تفرد له مساحة وهو مبسوط انك مهتم، بس تبقى مهتم فعلا مش بتمثل. وانت بتسمع خلي تركيزك على اللي بيتكلم، وقاوم فكرة المقاطعة. اوعى تقاطع حتى لو بيتكلم على حاجات انت عارفها واستاذ فيها. ما تنطش في كلامه، اسكت لحد ما يخلص. اوعى تغير الموضوع، يعني الراجل بيتكلم في حاجة تقوم فاتح موضوع جديد ملوش علاقة بالكلام، كده انت بتقول له بطريقة غير مباشرة انك مش مهتم. الحركة دي بتبقى عيب قوي. راقب انفعالات اللي بيتكلم، لان 65% من الكلام ما بيتقالش بس بيبان في اشارات الجسم اللي هي النون فيربال كيوز. فدايما خليك مركز في الكلام واربطه بالانفعال اللي انت شايفه. هتلاقي مثلا لما قال كلمة معينة توتر، في كلمة تانية قالها وابتسم. ده مهم قوي علشان تعرف وانت بترد ايه اللي تقوله وايه اللي تبعد عنه. ابويا رحمة الله عليه استاذي كان دايما يقول لي ربنا خلق لنا ودنين ولسان واحد علشان نسمع اكتر من نتكلم يا ايهاب. ابدأ بقى في تدريب نفسك في استخدام الودنين، وهدي اللعب على اللسان شوية، علشان المهارة دي هتفرق في حياتك بصورة لا تتخيلها. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن مهارة الابتسامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.